أود عناية السامعين الكرام أن هؤلاء الحكام لا يستحقون الاحترام، وإننا قلنا وما زلنا على القول لا نريد لمستقبلنا أن يرسمه هذا النظام، فالغبي فينا صار يفك شفراتكم، وأذكانا لا يعير لغبائكم الاهتمام. وقلنا ارحلوا فعنتم ولم تهتزوا، وهنا تطرح علامات الاستفهام. فكيف لحاكم يرفضه الحراك يكون هو اللوحة وهو الرسام؟ هذا لأنكم أدرى بأن الصخر لا يكسر بمطرقة القاضي، هذا لأنكم أدرى بأن الصخر لا يكسر بمطرقة القاضي، وإننا لكم سواعدا لبست حديدا بدل العظام، وإنا على العهد اليوم وغدا، ولو فيها أغلال ولو فيها تعذيب ولو فيها إعدام، لم نهبكم يوما ولن نخشاكم، فالخوف كان على جزائرنا أن يمسها الانقسام، فقد تربت فينا النخوة وحب التراب، ومساسها خط أحمر، وهنا ينتهي الكلام. وتفيض أرض الشعب بخيراتها ولا تبقى كأنما هي دار للأيتام. غربنا ونحن أهلها، وفرقنا ونحن واحد، وهجرنا أدمغة، وأهنا ونحن الكرام. فكيف لأرض شرفت من ربها أن تطعها أنجس الأقدام؟ أرض جيشها الظهر والسند، وشبابها شخصية تأبى الانفصام. أنتم أردتم أن تحكمنا التماثيل، ونحن لن نرضى أن نعبد الأصنام. الله أكبر وتحيا الجزائر.